إذا كان لنا جميعا من طلب أو أقول رجاء لأستاذنا محمد العربي المسالي، وهو ما كررته له أنا وكرره الأستاذ جمع بيضاء، هو كتابة مذكراته لأننا في حاجة إليها. الآن هناك المنطلق، يعني 10 سنوات عندك في علاقتك مع علال الفاسي، وكما قال الأستاذ أنها جزء من السيرة الذاتية، فأنت مطالب. بالخصوص هناك بعض الأمور تحدث الأستاذ عن ميوله الشيوعية، وهناك شيء يعني في بدايته هناك حوار لطيف ومثير في التلفزيون الإسباني بينه وبين سانتياغو كاريو الزعيم الشيوعي التاريخي، فهذه الأمور لا يعرفها الناس، فنتمنى يعني أن تتاح لنا الفرصة جميعا للاستفادة من ذلك. الكلمة للمتدخل الأخير الأستاذ عبد الحميد حسين في قراءة للكتاب الأخير وهو طقوس الذاكرة 4 وثائق وطنية، فله الكلمة مشكورة. سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله. يشرفني أن أشارك في هذه الجلسة في هذا الموضوع، وأتناول بالبحث كتاب كما ذكر قبل قليل، كتاب تخوف في الذاكرة 4 وثائق وطنية. هو كتاب جديد يتألف من 199 صفحة، وبالمناسبة إذا ما وضعنا الكتب المعروضة في هذه الجلسة فمن حيث الحجم فإن أولها هو كتاب محمد الخميس، ثم يليه كتاب كريم الخطابي، وفي المرتبة الثالثة هذا الكتاب، وأقلهم من حيث الصفحات هو كتاب علال الفاسي. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو يتألف من مقدمة يعطي فيها المؤلف في بضعة أسطر فكرة عن طريقة استغلال أو منهجية الكتابة، وتقديما مختصرا لمضمون الكتاب. وبعد هذه المقدمة نجد 4 فصول تتعلق بوثيقة المطالبة بالاستقلال في الشمال من صفحة 11 إلى صفحة 79، ثم وثيقة إنشاء لجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة من صفحة 81 إلى صفحة 129، ومذكرة 23 سبتمبر 1947 وهي المذكرة التي قدمها الوزاني محمد الحسن الوزاني للإقامة العامة من صفحة 127 إلى 173، وأخيرا مشروع دستور في 1954 وهو مشروع دستور حزب الإصلاح الوطني من صفحة 195 إلى صفحة 198، وينتهي الكتاب بدون خاتمة وإنما بإفحاص في صفحة الوطن. هذه النصوص هي متفاوتة من حيث عدد الصفحات، بحيث أن الفصل الأول يتكون من 86 صفحة، الفصل الثاني من 44 صفحة، الفصل الثالث من 48 صفحة، والفصل الأخير من 23 صفحة فقط. لكن الفصول كلها متناغمة ومتكاملة من حيث المضمون، إذ يتعلق كل منها بفترة النضال الوطني ضد الاستعمار، وهي تلتقي بالإضافة إلى ذلك في كونها إما وثائق، وهذا كلام المؤلف، مجهولة أو مغمورة هي في حاجة إلى شرح، وهي بذلك تمثل ثقوبا في الذاكرة. يتناول الكتاب مواضيع تتعلق بالحركة الوطنية والفكر الوطني في مرحلة معينة من الزمن الراهن، هي مرحلة الحرب العالمية الثانية ومرحلة ما بعد الحرب العالمية. وإن المتمعن في القراءة يستشف بسهولة بأن الكتاب حامل لخطاب أصيل ذي دلالات عميقة لا يمكن فهم شفراتها ودلالتها دون الرجوع إلى صاحب الكتاب الأستاذ محمد العربي المسالي، المتميز برصيده النضالي والسياسي والغني
بخبرته السياسية والدبلوماسية وثقافته المتعددة الأبعاد التي تجمع بين التشبث بالثوابت المرتبطة بالهوية مع الانفتاح على الثقافات العالمية وإنتاجه الفكري الهام الذي تحتل فيه قضايا التاريخ الرهين مكان الصدارة. انتقل الآن إلى العنصر الأول في هذا البحث وهو يتعلق بالمضامين. الوثيقة الأولى تتعلق بمطالبة الشمال بالاستقلال أو وثيقة المطالبة بالاستقلال في تطوان التي تكبر، وهذا كلام المؤلف، التي تكبر وثيقة الرباط المشهورة ب11 شهرا. يرصد المؤلف في الفصل الأحداث المرتبطة بالحرب العالمية الثانية ونظام فرنسا سنة 1940 وموقف الوطنيين من مشاركة الولايات المتحدة في الحرب والتطلعات الوطنية الاستقلالية في هذه الفترة، ويستعرض في هذا السياق ظروف صدور ميثاق الجبهة القومية في ديسمبر 1942 وهو الميثاق الذي يرمز للتقارب بين حزبي الإصلاح الوطني والوحدة المغربية في المنطقة الخليفية، والعوامل التي دفعت الوطنيين إلى تغيير موقفهم من الإدارة الاستعمارية الإسبانية في مرحلة هيمنة النظام الفرنكوي. كما يرصد التطورات التي أدت بالحزبين إلى المطالبة بإلغاء نظام الحماية وإلى المطالبة بالاستقلال بناء على مضمون المذكرة الصادرة في فبراير 1943. ولا ينتهي الفصل إلا بعرض مضمون الوثيقتين وشرح مضامينهما وإبداء الرأي في بنودهما ومبادئهما. أما الوثيقة الثانية فتتعلق بميثاق لجنة تحرير المغرب العربي سنة 1948 وهو الميثاق الذي أبرمه زعماء العمل الوطني في كل من المغرب، زعماء المغرب والجزائر وتونس، ودور الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي فيه. بدأ الفصل بتقديم معطيات عن ظروف نشأة مكتب المغرب العربي سنة 1947 بالقاهرة، والسياق المتعلق بأهمية قضيتي مصر وفلسطين في السياق الدولي آنذاك وبالاستعمار الإنجليزي والمخططات الصهيونية، وبشأن العلاقة بين تأسيس لجنة المغرب العربي ونزول الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي. وتحدث عن نقاشات في هذا السياق في سياق الحديث عن تكوين لجنة المغرب العربي. تحدث عن النقاشات التي احتدمت بين الزعماء الوطنيين بخصوص شروط التأسيس والعلاقة بين مهام اللجنة التنسيقية الهادفة إلى تعزيز الجهد المشترك وأدوار الأحزاب داخل أقطارها. وبعد أن تحدث عن الوثيقة ووثيقة التأسيس انتقل بعدها إلى تحليل الوثيقة وتحدث أيضا عن اللجنة بعد صدور الوثيقة. ننتقل بعد ذلك وليختم بالقول بأن بعد 1948 بأن عمل اللجنة أخذ يتقلص لأنه تكرست على أرض الواقع دينامية قطرية انفرادية. الوثيقة الثالثة وهي المذكرة الشهيرة لحزب الشورى والاستقلال، وكلمة الشهيرة هنا هي للمؤلف. المذكرة الشهيرة لحزب الشورى والاستقلال الصادرة في 23 سبتمبر 1947 والتي صدرت بعد عودة الوزاني من المنفى، والمحادثات ويتحدث عن المحادثات التي جرت بين حزب الشورى والاستقلال والجنرال جوان وفق المنطق الذي انطلق في 1947 وهو الخروج من منطق معاهدة الحماية. وكانت المذكرة حسب المؤلف تعبيرا عن رغبة في الإقدام على مسيرة متميزة هي تجربة الأخذ بسياسة المراحل لتحقيق الاستقلال.
على أساس إعداد بناء، دائما كلام المؤلف، لإعداد البلاد لبناء دولة حرة ديمقراطية في ظل ملكية دستورية. الوثيقة يذكر المؤلف في هذا السياق أنه حاول، وهو دائما يقوم في الوثائق كلها التي مرت بنا التي سيذكرها، يقوم بشرح هذا الاختيار ويبين كيف أن تلك المبادرة التي عمرت من سبتمبر إلى نوفمبر 1947 قد عاشت عمرا طويلا كخلاف بين حزب الشورى وحزب الاستقلال طيلة الوقت الذي تواجه فيه الحزبان. وليبين أيضا بأن بقدر ما كان حزب الاستقلال يتشبث ويبرز وثيقة 11 يناير 1944، فبنفس القدر كان حزب الوزاني يتشبث بهذه الوثيقة التي ترمز له ولأفكاره ولنضاله. الوثيقة الرابعة تتعلق، عنوانها مشروع دستور في 1954، وهي وثيقة مجهولة بقيت محفوظة في سجلات حزب الإصلاح الوطني الذي اختفى من الوجود بعد اندماجه في حزب الاستقلال في مارس 1956. وكانت هذه الوثيقة جاهزة بتاريخ فاتح ماي 1954. ففي هذه السنة تسارعت الخطوات نحو الاقتراب من الهدف، ألا وهو عودة السلطان بالمنفى وتحقيق الاستقلال. طبعا هذا المشروع طويل، ولكن في هذا السياق يتحدث المؤلف عن الجو الفكري العام الذي برزت فيه فكرة المطالبة، فكرة المسألة الدستورية، طرحت في المسألة الدستورية، ويبين كيف أن لا الأحزاب، خصوصا حتى بالنسبة لحزب الاستقلال من خلال مواقف الزعيم علي الفاسي، ولا حزب الشورى والاستقلال، ولا الملك نفسه آنذاك، أنه كانت تطرح الفكرة الدستورية، الفكر الدستوري وأهميتها في النظام الوطني. إذا تجاوزنا الآن مسألة المضمون، أول نقطة تعترضون هنا أو تلفت انتباهنا تتعلق بطريقة الاشتغال. كما ذكرنا فإن يبدأ كل فصل على حدة، ونجد بأن هذه الفصول هي تلتقي في، كما ذكرنا، في أن العنصر الأول يتعلق وثيقة الشمال في مرحلة الحرب، أما الوثائق الثلاثة الباقية فهي بين 1947 و 1948. ولكن في سياق السرد الحديث نجد بأن كل عنصر منفصل على حدة، وبما أنه لم تكن هناك خاتمة التي تبين الارتباط بين الفصول، فتبقى هذه الصورة واضحة بحيث بأنها كتبت بشكل شيق، ولكنها مع ذلك هذا الوضوح يدفعنا إلى طرح تساؤلات عن المغزى العام. أما تقنية الكتابة والبحث فنجد بأنه يبدأ بالنسبة لكل مسألة هناك وضوح في التصور في طريقة الكتابة، فهو يبدأ بتأكيد على سياق الوثائق، ثم ينتقل إلى الوثائق ويعمل على تحليل الوثائق، ويتبع ذلك بتطور المبادرات التي انبنت عليها الوثائق. ولهذا فنجد دائما هذه العناصر الأربعة هي لا في العنصر الأول ولا في الثاني ولا في الثالث ولا في الرابع. النقطة الثانية بأن كل فصل فيه قضية مطروحة وفيه رمز شخصية ترمز للوثيقة. ففي الفصل الأول والرابع وثيقة الشمال ودستور 1954 نجد بأن هناك تأكيد على شخصية الطريس، عبد الخالق الطريس. وفي صدد الحديث عن الطريس
إذا يمكن أن نرى بأن مثلا الشيخ الناصري لم تعطى له نفس القيمة التي بحيث لا يذكر إلا عرضا، لأن الشخصية البارزة التي فرضت حضورها في النصين معا هي شخصية عبد الخالق الطريس. بالنسبة للفصل الثاني نجد بأن هو فصل المتعلق بلجنة تحرير المغرب العربي، هناك دور بارز لأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي. أما الفصل الثالث المتعلق بمذكرات سبتمبر 1947 فالشخص البارز فيها البطل إذا أردنا ما بين مزدوجتين هو محمد بن حسن الوزاري. ولهذا هناك تأكيد بحيث أن هناك لوحات 4 لوحات، كل لوحة منفصلة بينها وهي واضحة، وفي كل لوحة هناك قضية وهناك رمز. وهذا الوضوح في رأيي هو الذي سيثير فينا أسئلة تتعلق بهل هناك إمكانية للتأويل فيما يتعلق بحيث بأن النص واضح ولكنه مع ذلك قابل للتأويل. في رأيي قابل للتأويل، وسنحاول أن نرى هذه المسألة في بعد ذلك. النقطة الثالثة سنرجع إلى هذه النقطة. النقطة الثالثة هي المسألة المصدرية. هذه الفصول ال4 ترتكز على مرجعية واسعة، ولكن أغلبية المراجع هي ترتكز على الذاكرة الوطنية. مرتين يتحدث فيها المؤلف عن الأرشيف الأجنبي الاستعماري، لأن طرحت لأنه هو تحليل موثق يعتمد على بطريقة على المقالات الصحفية التي كانت في مرحلة الحماية، وأيضا على الكتابات التي كتبت بعد ذلك ومنها بعض الدراسات الأكاديمية. ولكن هذه الدراسات غالبا هذه النصوص أغلب النصوص مستمدة من أرشيف الأحزاب. وبذلك فمثلا مذكرة ويذكر لنا بأنه فعلا يؤكد على هذه المسألة التوثيق وضرورة التمحيص والفحص والتمحيص. يؤكد بأن الوثيقة المنشورة ليست هي الوثيقة التي قدمت للجنرال جوان، وإنما قدم تلخيص لها وارد في الجريدة. ولهذا فيبقى بأن المادة المصدرية ترجع بنا إلى الذاكرة الوطنية التي يحاول النهل منها لتقديم قراءة جديدة. في نقطة أخيرة هي قضية هناك ملاحظات واستنتاجات يمكن أن نصل إليها من خلال قراءة هذا الكتاب الذي هو كتاب هام جدا، والذي أعترف بأن وضوحه هو ما أثار فضولي، فإنه سهل في القراءة لأنه كتب بنوع من الاقتصاد في اللغة، لأن اللغة تذكر الأحداث، هناك سرد وهناك تحليل بنوع من الموضوعية، ولكن ينتهي فصل ينتقل إلى فصل آخر. فبدأت أتساءل ما الرابط بين هذه الفصول. أول ملاحظة تثير الانتباه هو قضية العنوان. العنوان هو ذو دلالة سيمانتيقية هامة، سيمانتيك، لأن الاستعارة فيها نوع من الرمزية، ثقوب في الذات. وعندما نكتب الوثائق ألا يمكن أن نقول بأن هناك ردما لأنه بمعنى نملأ الثقوب، إذا كانت الثقوب هي التجاهل السياسي
مثلا بالنسبة لوثيقة الشمال، وتكتب أحيانا هكذا وثيقة الشمال، ليست الوثيقة الصادرة في الشمال. والحديث عن تقابل بين الجنوب والشمال، والجنوب يقصد به المنطقة السلطانية، بحيث أن من ناحية التركيب ومن ناحية كأننا نضع في داخل الهوية المغربية هويات، وفي هذه الهويات تدخل المواقف الأستاذ المساري الذي هو متعدد الأبعاد في الحقيقة في هذه المسألة. النقطة الثانية في قضية ثقوب في الذاكرة. طلعت على مقال في الانترنت لأحد الباحثين الجزائريين، هو تحت نفس العنوان، ثقوب في الذاكرة. يقول: من أخطر وأسوأ ما يصيب قوما من الأقوام هو إصابتهم في ذاكرتهم الوطنية، فلا يعرفون أيامهم المجيدة، ولا يتذكرون أفعال أسلافهم الحميدة، ولا يأبهون برجالاتهم. هناك نسيان وهناك التناسي، وهذا هو ما يحدث. ولهذا في رأيي بأن هذا الكتاب هو من جهة هو صرخة، وفيها بعد أيضا انفعالي متعدد لارتباطات المؤلف بالقضايا. تحدث قبل قليل بالنسبة للأستاذ أتمن بالله عن العلاقة العاطفية التي للمؤلف بمحمد بن عبد الكريم الخطابي. أيضا هناك علاقة عاطفية نوعا ما مع حزب الشورى بحكم أنه كان منتمي لهذا، وهناك علاقة مهمة جدا مع عبد الخالق الطريس، وفي من خلال الحديث عن حزب الإصلاح الوطني، أي أن هناك في نوع من ذاتية في الموضوع، ولكن تستعمل فيها نوع من الاحترافية في التناول التي يستمد بعضها بجانب المتعلق بتكوينه الصحفي وخبرته الدبلوماسية وثقافته المنفتحة على الجهات الأخرى. النقطة في سياق الحديث عن مسألة مذكرة الوزاري، يذكر بأن يتحدث عن الصراع، وكيف أن كان هناك تحالفا بين حزب الاستقلال والملك، وأن البلاد كانت قبل نفي السلطان لا تتطور الأمور فيها، لأن قدمت قدم هذا المطلب الدستوري الذي وضعه محمد بن حسن الوزني، قدم كحل لخلق نوع من الانفراج ولحرق المراحل للوصول إلى نوع من المرحلية في الوصول إلى الاستقلال. ولكن في نفس الوقت كانت هناك المذكرات السلطانية التي أدخلت البلاد حسب المؤلف إلى نوع من الانتظارية، في حين أن ربما أي أن هذه الحركات الأربعة أو هذه الفصول الأربعة نجد فيها دائما تبدأ بنشأة، أي بمحاولات للانتعاش والبروز، ولكن كل الحركات توقفت، كل المبادرات توقفت لعوائق معينة. هذه العوائق النقطة، وهنا تطرح المسألة الدستورية، طرحت في نقطتين: المسألة الدستورية وجدواها وعلاقتها بمرحلة الاستقلال، خصوصا أن المذكرة الأخيرة كانت في سنة 1954، أي أننا على أبواب الاستقلال، في حين أنه عندما دخلنا إلى الاستقلال فاستمرت في الطرح، ولكن عولجت
أشكال مختلفة. كختام نقول بأن هذه شهادة، وهي شهادة شخص متورط في الأحداث. متورط كلمة ربما صعبة، امبليكي، أي أنه عادة أن المؤرخ كنتكلموا على الموضوعية وعلى هذا، لا، الكتابة هي نظام، هي فعل انفعالي، وهنا تطرح مهمة المؤرخ. واش المؤرخ ديال الراهن هو مؤرخ ديال الثامن عشر والسابع عشر والسادس عشر الذي أصبح ملزما بالخروج إلى بالنزول إلى الميدان. وأتذكر هنا في إحدى المرات قرأت في الصحافة بعض الأحاديث التي كان الصحفيون يدقون أبوابنا فلا يجدون لدينا أي تحرك، فكتب أحد الصحفيين: صمت المؤرخين. هنا في حين أن الكتاب وكتابات، ليس كتاب فقط وإنما كتابات الأستاذ العربي المثالي تستفزنا نوعا ما وتجعلنا نطرح على أنفسنا أسئلة جديدة، فهي سهلة القراءة بل شيقة، ولكنها منهكة في الأخير نظرا لكثرة الأسئلة التي تطرح علينا. السلام عليكم.